يا مساء الخير والعافية حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبعافية يا ربي. طبعا الترند شوكولا دبي كلش طيبة، فأنا مسويتها صورتها وسويتها بس ما نزلتها. يعني صار عندي شوية ظروف فما نزلتها، قلت بعدين يعني انزلها، وتقريبا صار هواي انا من مسويتها. فشوي يعني متكاسته ما دا انزل. هنا الطريقة مالتها الزبد، وشوي انا خليت من عندي اضافة زيت عادي، قلت حتى الزبد لي يحترق عندي، فخليت هنا الشعرية الباكستانية، بس المفروض الشعرية الكنافة، يعني اللي ما عنده ما موجود شعرية الكنافة عادي يصير بالشعرية الباكستانية، بس الأطيب والأحسن بشعرية الكنافة، لأن أنا سويتها هماتين وراها سويتها بشعرية الكنافة بس ما صورتها. يعني كلش طيب بعد، يعني أطيب من هاي. بس الصراحة هاي ما يعني ما مقصرة، كلش طيبة وتستحق يعني صدق التصوير والتجربة. فجربوها على هاي الطريقة، وإذا تحبون بشعرية الكنافة فانتوا براحتكم، بعد كل من اللي موجود اللي عندكم متوفر بالبيت تسووا كلش طيبة. وهنا شفت يعني يحتاج لها بعد زبد، فخليت لها مكعب صغير زبد وبس. أنا هنا خالة شوي عندي باقي من اللوز، فضفته ويا الفستق الحلبي. نكهته يعني كلش طيبة، وأنا شوي حمسته على مود قلت يعني خاف الرطوبة او ما اخذ رطوبة من العطار او ريحة، فغسلته وشوي حمسته بالنار وبس، وخلطته بالخلاط. انا المفروض هنا ايش اخلي؟ انا المفروض اخليه يعني اطحنه واخذ من عنده قسم، يعني اخليه بالحشوة مال الكنافة، وبعدين اطحن البقية. بس ما طلعته. وهنا عندنا يعني ما طلعت من عندنا، لان كليته لان هو الفستق قليل. وهنا اي كاكاو انتم عندكم موجود بالبيت، او اي نوعيه اللي تحبوها، حتى لو اذا يعني تحبوها صحيه او يعني صحيه، فانا راح اسوي يعني فيديو جاي حسوي صحيه للدايت، بالاخص عندي مسوي الدايت اماتين تنفع كلش، تنفعه. بس هاي يعني مو صحية، لأن بيها شكر هواية وحليب، والشكر والحليب هاي إضافة يعني أنا من عندي. يعني مو هي الطريقة الأصلية، بس أنا لازم أخلي شوية إضافة من عندي، أحب أخلي إضافات، فأجرب أقول الطعم يعني تختلف، فنحب شوية الحلا كلش بارزة بالأكلة أو بالحلا. وبس هنا أنا مثل ما قلت لكم يعني خليت أنا تقريبا ربع استكان أو 3 أخواشي أكل شيرة. مثل ما قلت هي هاي إضافة أنا من عندي، اللي يريدها عادي ما يخلي الشيرة، يخلي حليب مكثف، أو يخلي مثلا قشطة، يعني القشطة العادية، ويخلي وياها شوية شكر ويخلطها. بس أنا مثل ما قلت أنا يعني راحت من بالي القشطة، فكان عندي حليب كاسة، وعندي كانت شيرة أنا مسويتها يعني، فقلت خل أسويها ذني. بس يعني لو مسويتها بال اللي ما عنده حليب مكثف أو الحليب المحلى، اللي ما عنده يقدر يخلي بكانه بديل إله، يخلي بكانه حليب طوز وقشطة، وشوية يخلي فد خاشوقتين شكر، اللي يريد يسويها على هاي الطريقة. واللي عنده أو المتوفر الحليب المحلى أو المكثف عادي ترهم، ويا زيت. طبعا الصراحة أنا هنا زيت نسيته، ما خليت وياه زيت، لأن صارت كلش ثخينة، وشوية يعني صارت كلش قوامه كلش ثخين، ونسيت يعني راح من بالي الزيت، يعني عبالي ما يتخلى لها زيت. بس باوعت على الفيديو لا يتخلى للحشوة، يتخلى له حشوة يعني جاهزة وكاملة، بس تخلون الشعرية. اللي ما عنده هاي الحشوة مثل ما قلت يعني تقدرون تسووها على هاي الطريقة اللي أنا مسويتها، بس بمكان الشيرة والحليب الطاز تقدرون تستبدلوها بحليب محلى أو قشطة وشوية شكر،
وتخلون الفستق شوية لون، لأن حتى ينطي اللون الأخضر القوي. فأني هم مثل ما قلت يعني ما عندي اللون الأخضر، فقلت يعني عادي، بس أنا كتجربة يعني سويتها كتجربة، قلت إذا طيبة يعني حتى أبدي أسويها، وصورتها. وأنا يعني قبلها بفترة كنت مسويتها بس بدون شعرية كنافة وبدون بس فستق، يعني تقريبا المسألة اللي أحبها أني تودي هيجي، بس هم خاليها هواية التودي هم يعني المسألة بيها فستق بس كمية قليلة كلش. بس هاي لا أضايف لها إضافة يعني تقريبا نفس الطعم كلش طيبة، يعني ما تتصورون طعمها كلش طيبة. ومثل ما قلت يعني إن شاء الله على الفيديو الجاي يعني عندي أنا فيديوين أنزلهن، بعدين أسوي الفيديو اللي جاي إن شاء الله، يعني فترة أسويها صحية، فلأنها قد ما عجبتني وطعمها كلش طيب، فقلت راح أسويها شوية صحية أكثر، حتى اللي مسوي دايت تفيده. هي يعني تقريبا ياكل واحد من عندها مكعبين كلش كافية. وهاي هنا طبعا نسيت يعني، لأن تعبت بالأفكار كلها راحت من بالي، فخليت الحشوة والهاي وياها نسيت. فبعدين تذكرت لا الحشوة لازم أخليها بطاسة واحد، وأخلي الحشوة وياها الصلصة الخضراء مال الفستق الحلبي وياها، فخليتها تذكرت. لأن مثل ما قلت يعني اللي يصور تروح يعني شغلات شوية الأفكار من باله، فما أعرف يعني الكل هيك أو بس أنا مثل من أجي أصور تقريبا هواية أنسى شغلات، يعني مثل أنا محضرتهن وقدامي وموجودات بس أنساهن، لأن كلش يعني ألتهي بالتصوير وألتهي والصحيح يعني أنا ألتهي أكثر شيء بالأكلة، فيعني الأكلة أحب أركز عليها أكثر، فأنسى نصها، أبدأ أخلي نسيت فلان شيء فلازم أنسى. بس طلعت يعني مثل ما قلت يعني والله مو لأن يعني أنا مسويته، هو ترند هذا، بس يعني طعمها يجنن، وقلت لازم أسويها. فأنا يعني كتجربة صورتها وقلت كتجربة، بس بعدين قلت لا خل أبدي أنزلها. مثل ما قلت أنا وراها هم سوت، بس سوت كمية كلش قليلة، سويت كمية كلش قليلة ويعني انأكلت بسرعة، فما لحقت يعني حتى بس أصور الشكل مالته ما لحقت. بس يعني قلت لا هاي مصورتها من البداية، وإن شاء الله مثل ما قلت يعني أبدي أصورها أنزلها لأن كلش عجبتني، فراح أبدي أسويها شوي يعني صحية تنفع للدايت، يعني كلش عجبتني كلش. وهنا القوالب يعني لا تحيرون أي قالب، لأن أنا ما لقيت قوالب السيليكون، يعني افترت هواية ووصيت حتى يعني يا مكان أروح يقول لي استوى خلصان، أو ما عندنا، أو قوالب يعني اللي يصيرن قلوب صغار، يصيرن قوالب يعني كأنما يعني مال ثلج، ذني ما ترهم، يعني مو مثل القالب الكبير اللي تقعد تكسره وتباوعين القالب كلش حلو كبير ومبين. ما لقيت يعني، بس لقيت قوالب يعني مكعبات صغار. فقلت يعني شلون، بعدين صفن قلت صدق انا عندي ذني مال الاستعمال واحد، فقلت خل اسوي بيهن ما دام موجودات، يعني اللي طلع بيه طلع، واللي ما طلع يعني عادي مو مشكلة. لا والله يعني بسرعة يعني حتى مثل ما تشوفون اول ما قلبتها رأسا طلعت، يعني جربوها اللي ما عند قوالب، هاي الطريقة كلش حلوة، والقالب هذا كلش حلو يعني مو الا القالب السيليكون. وبالاخص اكو هنا اللي صاير شكله مربعات، كلش حلو يعني طلعها مربعات وهذا، فشكلها يعني كلش عجبني، وموجودات يعني من عندهم من اي اسواق اللي يبيع استعمال واحد، موجودات مثل ما تشوفون منظره كلش حلو، يعني ما توقعته راح يطلع هيك، قلت يعني ما راح يطلع او راح يلزق، بس لا طلع يعني ناجح، وطريقته كلش حلوه. فهم مالتين اللي ما عنده سيليكون لحد يحير ويدور رأسا من أي أسواق الكل تبيع طبعا، جيبوا من عنده وسووها وجربوها كلش طيبة، يعني ما راح تخسرون شيء،
يعني الطريقة والطعم والشكل والقالب اللي سوته يعني كلش حلو. واللي هنا يا رب يكون عجبكم الفيديو وتستفادوا من عنده ولو بشيء بسيط. ويا رب يعني يكون يعني يا رب يعجبكم، لان انا كلش حبيت الطريقة مالتها. فارجع واقول راح ابدي اعيدها للطريقة، وانا مجربتها هواية يعني سويتها ورا الفيديو مرتين تقريبا. ويا رب يكون عجبكم الفيديو وتستفادوا من عنده، ومع الف سلامة.